ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا بعتذر عشان قعدت تقريبا اكتر من اسبوعين يمكن. انا بس كنت مريضة شوية ولسه يعني عندي شوية برد بتعافى منه. فعشان كده ما قدرتش اطلع المرات اللي فاتت. انا عايز بس اتكلم عن حاجه او هقول ملحوظه معينه. في ناس بعتولي وقالوا لي القطه بتاعتك بتقعد تصوت وحرام وشوفيها وكده. انا بحب القطط جدا وعندي اكتر من قطه. في قطه فيهم اللي بتقعد تصوت وساعات بتسمعوه في الفيديوهات، ده اسمه فلافي. هو ما بيسمعش خلاص، فهو مش سامع نفسه وهو بيصوت. وانا فلافي ده جبته من مصر مخصوص عشان هو ما كانش بيسمع وهو كان زي في الشارع يعني، فاحنا خفنا عليه لان طبعا مصر ما فيهاش شلاتر قوي للحيوانات خصوصا القطط و... وهو كان في الشارع وكان ممكن يموت لان ممكن العربيات تخبطه وتيجي تكلكس، فما كانش هيسمع الكلاكسات لان هو اطرش. فعشان كده هو بيصوت، بس هو حبيبي يعني هيز لايك ماي بيبي. وانا مش مقصره في حقه الحمد لله، يعني هو عسول قوي والناس اللي بتحب القطط والحيوانات ما تقلقش. هو بس عشان ما بيسمعش، فمهما بيحاول يصوت هو مش سامع نفسه. بس this is the whole idea يعني. طيب النهارده موضوع الفيديو، النهارده هنتكلم في حاجتين. هو تايتل غريب شويه. بصراحه انا تعبانه لسه بتعافى يعني، فلو كحيت وكده اثناء الفيديو ما حدش يعني سوري يعني للازعاج يعني. بس اللي بيحصل في مصر حاليا يعني استفزني جدا جدا جدا، اكتر من انا كنت مستفزه اساسا يعني. فحابه احط عنوان بسيط كده للفيديو اسمه الحكومه في خدمه فصيل الشعب المنافسن. يعني انتوا هتستغربوا من العنوان بس هي دي الحقيقه. انا اخر فيديو اتكلمت عن غسيل الاموال، وقلت على موضوع التيك توك وان هو في يعني انا شايفه ان اي انسان عنده بربع جنيه تعليم يعني هيعرف ان اللي بيحصل ده مش طبيعي وان ده غسيل اموال يعني. فقوم ايه بقى الموضوع بقى يتطور من غسيل اموال لتجاره اعضاء كأن الموضوع جديد، بس هم ربطوا الموضوعين ببعض بسمهاو يعني كأن احنا اتكلمنا في غسيل الاموال، فهم راحوا الحكومه عملت ايه بقى؟ راحت مسكت كل التيك توكرز اللي هم الناس اساسا اللي مالهمش ظهر، اللي هم جايين من مناطق شعبيه، اللي هم كانوا فقراء، اللي هم بقى معاهم فلوس ولابسين ذهب، اوكي، ومسكوهم عشان يهدوا الناس اللي هي بتقول ده في غسيل اموال، الناس دي جابت فلوسها منين. الناس اللي هي شايفه ان في ناس زيها كانت نفس الطبقه زيها، وناس يعني بيبقوا زي بعض وساكنين جنب بعض وعايشين زيهم زي بعض. فجاه الناس اللي زيهم دول من غير ما يكون عندهم حرفه ولا ان هم يتعبوا في حياتهم ولا ان هم يتعلموا ولا ان هم يشتغلوا، فجاه بقى معاهم فلوس وعربيات وبيروحوا الساحل وبيلبسوا وبيسافروا، وامراء من الخليج ومن العرب بيبعتوا لهم هدايا وبيصرفوا عليهم وكده. فقالت لك ايه ده؟ طب واشمعنى احنا ما حصلش كده؟ فبدأ الموضوع لان ده فصيل من الناس يعني هو كل اللي فارق معاه اللي هو باصص للناس اللي اختارت دي. فارق معاهم هم ليه بقى هم معاهم فلوس وانا مش معايا فلوس. انا الشعب الذاتي، انا ليه مش معايا فلوس؟ ما فكروش في ابعاد ده في سوري، واللي بيحصل ده ممكن يأثر على المجتمع كله. هم كل اللي فكروا عليه ليه انا كمان ما بقتش غني زيهم، ليه انا كمان ما بقتش معايا فلوس زيهم، ليه انا كمان ما بقتش كده. فالانا دي بقى خلتهم يقوموا زي كده زي مش ثوره يعني يعملوا دوشه في البلد. فطبعا الحكومه لانها في خدمه الشعب المنافسن، ده فصيل من الشعب المنافسن اللي من الناس، فراح قرروا ان هم يمسكوا الناس البلوجرز دول ويروحوا يعملوا بقى انتوا خلاص انتوا زعلانين، انتوا انتوا شعب اساسا قاعد مقموع في نظام ديكتاتوري، اوكي، وما عندكوش حقوقكم. فانتوا زعلتوا من شويه الناس اللي بيطلعوا على التيك توك دول، خلاص كخه الناس دول وحشين. وفجاه النائب العام اللي يعني نسبه حفظ التحقيقات ونسبه حفظ البلاغات في مصر نسبه عالميه، يعني مصر مصنفه عالميا من ضمن البلاد اللي بتحفظ البلاغات كده، يعني التحقيقات بتحفظها كده اللي فيها ادله. فجاه شويه محاميين مش لاقيين حاجه يعملوهم، فبيبحثوا طبعا هم عايزين يقلبوا عيشهم، فبيبحثوا عن الشهره، فيبتدوا بقى يقدموا بلاغات. فجاه البلاغات دي تاخد ان هي بقت سيريس، بقت جاده جدا، فتيجي النائب العام يفتحها وهوب امسك ده من بيته، امسك ده من بيتها، امسك 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 ده لقينا معاه مش عارفه ازازه خمره، ده بياخد حشيش، نص الشعب بيحشش، ده معاها فلوس بتغسلها.
طيب انتوا هنقول ان انتوا كحكومه همكم البلد وقلبكم على قلب مصر، وانتوا فعلا فارق معاكم ان ما يحصلش غسيل اموال في مصر، فانتوا مسكتوا شويه التيك توكر دول اللي هم الغسالات. طب اللي بيحط الغسيل بقى فينه؟ يعني انت عامل كانك واحد ساكن في بيت في عماره، وجارك عنده غسالات مزعجه جدا وعامله دوشه لانه عمال يغسل طول النهار وعامل لك نويز رهيبه، فرحت مبلغ البوليس 911. يا بوليس الجاري مزعج وبيشغل الغسالات بالليل وده نويز، ماشي؟ وبيحصل، ما انت من حقك هنا مثلا في دول نورث امريكا انك انت او في اوروبا لو عندك جار مزعج انك انت ده نويز، يعني انت مش عارف تنام وبتشتغل فبتبلغ على البوليس. فيجي البوليس بقى يروح يعمل ايه؟ يمسك الغسالات، يمسك الغسالات يحطوه في الحبس ويسيب جارك. طب ما هيجيب غسالات تانية. يعني انتوا نسيتوا مسكتوا، يعني انتوا مسكتوا في شوية ناس لا تعليم ولا ثقافة ولا وعي وفقر وجهل واحتياج وكل اسباب، وهم واللي حصل فيهم ده من الحكومة. اوكي، الحكومة اللي عملت فيهم كده. فلما لقوا حد قال لهم اطلعوا وافتحوا الكاميرا وهخليكم تاكلوا وتشربوا وتلبسوا ذهب وتروحوا الساحل وتبقوا زي الناس اللي الفنانين وزي الناس اللي في التلفزيونات والناس الحلوين والساحل الشرير طبعا اتفتنوا. فقال لك وهم ما عندهمش وعي، قال لك وليه لا، احنا هنروح نسرق؟ هو احنا نحط ايدينا في جيب حد؟ هو احنا هنروح نقتل حد؟ ليه لا؟ فراحوا ايه، اشتركوا، هم وافقوا على انهم يعملوا كده، شغالين في شركه وهناخد نسبه، ايه المشكله؟ ما هو كل حاجه بقى مبرره ليهم. فتروح انت ماسكهم وحابسهم وسايب المصدر. طب احنا فين بقى؟ احنا عايزين نعرف دلوقتي ده لو فعلا غسيل اموال وانتوا بقى الحكومه فاقت وكده، فين الناس اللي بتعمل كده؟ الناس اللي معاها الفلوس الكتيره قوي بقى اللي بتغسلها، فين الناس دي؟ طيب هي مش مصر احنا دايما انتوا معيشيننا في حس المؤامره، واحنا عندنا مؤامره وهياخدوا ارضنا؟ وتاني انا قلت مش محتاجين ياخدوا ارضنا، احنا ارضنا بتتباع عادي. احنا بس مشكله الحكومه عندنا والرئيس بتاعنا ان هو مش عايز حد ياخد الارض ببلاش. حبيبي انت عايز الارض خدها بس ادفع فلوس، شخشخ جيبك. فاحنا اديتنا معروفه، انت ادفع فلوس تاخد الارض، مش محتاج انك انت تجيب مؤامره وتجيب حد ويقعد بقى ويعمل مؤامرات ويعمل دسائس ويعمل حاجات عشان ياخد الحاجات. موجوده في السوق، معروضه في السوق، احنا معروضين في السوق. خلاص، عايز ارض اتفضل. زي العاصمه الاداريه الجديده، زي حاجات مناطق كتيره في الساحل اللي خلاص عاملين لها باسعار. انت كمصري عادي، كانسان شريف مصري عادي ما ينفعش تخشها. بيخشوها مين؟ بيخشوها الناس اللي معاهم عملات صعبه، اكيد دول يعني معظمهم بيشتغل بره مصر، والناس اللي معاها فلوس والحراميه واللصوص وكده يعني. البلد يعني سنه ما بقتش مش بتاعت المصريين فعلا، يعني مش بتاعت المصريين، يعني سنه يعني. ده اللي انا مزعلني يعني. انت عشان تنتصر في الحروب بتاعتك دي، انت انتصرت في الحروب بتاعتك دي ازاي؟ حروب 73 واللي قبلها واللي قبلها. مش انت اخدت الناس الغلابه، الناس اللي من المحافظات اللي هي بتوع محافظات الصعيد والارياف، اخدت الجيش ده. الجيش ده عباره عن ايش؟ مش اصل هم مش يعني فين عدد الجنود الصف الاول والصف الثاني، الجنود الغلبانه البسيطه اللي هي ما كانش متعلمه، لان انت بتخش الجيش حسب انت تعليمك ايه، بتبقى ايه، لما تبقى عسكري عادي، لما تبقى ضابط، لما تبقى اعلى. امسك الناس اللي ماتوا في الحروب دي، شوف نسبه وتناسب، شوف مين اللي من عساكر الناس الغلابه اللي في الارياف وفي المحافظات دول ماتوا قد ايه عشان الارض، ونسبه الضباط والناس اللي معاهم فلوس واللواءات واللي اتكرموا بيها قد ايه. الناس الفقيره دي معظمها هي اللي حاربت. الناس الفقيره دلوقتي دول عيالهم وقرايبهم واحفادهم هيقدروا يروحوا العاصمه الاداريه الجديده يشتروا فيها حاجه؟ هيقدروا يخشوا الساحل اللي عليه باركود ده يقعدوا فيه؟ يعني الناس دي ضحت بدمها في الحروب، وقرايبها وعائلاتها ما يقدروش يستمتعوا بارضهم تاني anymore. ده الواقع الاليم اللي مصر فيه يعني. يعني والناس مش فاهمه، يعني مش فاهمه، هي ناس يعني مش قادره تصدق يعني. والناس ان في ناس فصيل جامد من الشعب اناني ما بيفرقش معاه غير نفسه بس ومصلحته بس. فانت دلوقتي قبضت على كل التيك توكرز ده، طب ماشي برافو. طب احنا بقى عايزين نتائج بقى، عايزين نشوف بقى اللي بعدهم. انت هتحطهم في الحبس ما اعترفوش بحاجه، ما قالوش مين بيعمل كده، ما قالوش هما بيتعاونوا مع مين،
طب انت هتاخدهم شويه عشان تهدي فصيل الشعب المنفسن عشان ما ينفسنش عليهم وتطلعهم تاني على الناس، ولا هتخليهم ما يطلعوش تاني في السوشيال ميديا وهدوا الدنيا شويه عشان الناس زعلانه والجو حر وكده، والناس حتى مش معاها فلوس تدفع كهرباء فتجيب مروحه عاديه، وانتوا قاعدين تتصوروا في الساحل شعركم بيطير من الهواء والأما قاعدين في التكييفات. فاحنا هنخلي موجة الحر دي تعدي، ولما الجو يبرد شويه والناس تنسى وهوجة الساحل دي تهدى شويه هنطلعكم بقى ايه وترجعوا تشتغلوا تاني. فقمة المهزلة وقمة الاستخفاف بالشعب المصري واستخفاف بالعقول. وطبعا مصر بيحصل فيها غسيل اموال، ده فور شور طبعا طبعا. وطبعا اكيد فيها برضو بيع اعضاء، يعني دي حاجه مش جديده، لان مصر برضو مترتبه في رقم تاني دوله في الشرق الاوسط معروفه بالموضوع ده، ورقم 5 عالميا. يعني هي لان ده الهدف من افقار الشعب. ما انا قلت قبل كده الفيديو اللي فات، ليه عايزين الشعب يبقى فقير؟ الشعب يبقى فقير عشان مصر فيها اماكن حلوه سياحيه، فتيجي حكومه ديكتاتوريه تسيطر على الاماكن الحلوه دي، تعمل فيها منتجعات سياحيه للناس اللي معاها فلوس واللي هم عايزين يقضوا بتاعه، وتبقى في نفس الوقت بالنسبه للناس معاها فلوس مش غاليه، يعني ما عمله بقى، ويجوا وشعب البلد الفقير ده يبقوا خدامين ليهم، خدامين في بلد ما فيهاش قوانين مينيمم ويج، يعني ما فيهاش حد ادنى للاجور، ما فيهاش قوانين تحمي العمال خلاص. والمصريين معروفين انهم شعب طيب وفريندلي واصحاب نكته، فشعب ممتاز ان هم يكونوا خدامين وعندهم اراضي حلوه ومنتجعات حلوه، يجوا الناس من بره بفلوسهم يستمتعوا عندنا واحنا نبقى مجرد اليوم خدامين. طيب الناس اللي بره دول برضو اللي هم في اوروبا ونورث امريكا دول وفي العالم دول اغنياء معاهم فلوس، وفي منهم ناس كل ما يبقى في ناس بيجي لهم يعني بيعيوا وبيمرضوا، يعني هم في ناس بتبقى يعني بيتصابوا في صحتهم، فهم دلوقتي عايزين اللي عايز يبدل كلى، اللي عايز يعمل مش عارفه ايه، اللي عايز ياخد رقبه، اللي معاه فلوس وعايزه تغير جلدها، اللي عايز تاخد حقن في النخاع عشان ترجع شباب. فدي كلها عايزين اعضاء بشريه، سبير بارت بشريه. طب هيروحوا فين سبير بارت بشريه؟ هيروحوا البلد فقيره، بلد اهلها جهله، بلد الناس مش لاقيه تاكل. وفي نفس الوقت الشعب ده عشان يبتدي يقطع من جسمه ويبيع، مش بس عشان الاكل والشرب، عشان الشعب ده احنا لازم نخليه يبقى مفتون. مفتون بايه بقى؟ مفتون بالسوشيال ميديا. يشوفوا ناس طول النهار لابسين دهب، يشوفوا ناس طول النهار على السوشيال ميديا رايحين الساحل الشمالي وقاعدين على البحر، يشوفوا براندات، يشوفوا مطاعم اكل، يشوفوا مسلسلات في التلفزيون، فيلل وقصور، ويشوفوا ديكورات حاجات غاليه، فتخلي تكبر جواهم كده سنه الطمع والفتنه، فيبقوا عايزين ياخدوا الحاجات دي. وفي نفس الوقت هم مش عارفين يتعلموا تعليم كويس لان هم فقراء، والتعليم المجاني في مصر خلاص احنا متفقين ان مفيش ميزانيات، الميزانيه اللي حاطينها للتعليم طبعا لا يعني ما تبقاش كام من 100 بالنسبه لميزانيه الجيش اللي بيشتروا بيها الاسلحه. فالشعب هو نفسه هو شعب ذكي وفيه بوتنشال بس مش متعلم، لان التعليم الحكومي مفيش فلوس مدفوعه كويس في التعليم الحكومي. طب الصناعه، في مصانع وفي صناعه في مصر وفي شركات نقدر نشتغل فيها كويس بعد ما نتخرج وناخد اجور. طب في قوانين بتحمينا وتدينا الحد الادنى للاجور وتحدد ساعات العمل وتعمل ساعات الاوفر تايم، وقوانين تخلينا نشتغل في بلد انساني بيحترم الانسانيه. لا الحاجات دي مش موجوده. فخلاص وصلت الشعب لمرحله ان هو مفتون وفي نفس الوقت فقير وجاهل. فليه ما يبيعش جسمه؟ ليه ما يبيعش كلاويه؟ وليه البنات ما يبيعوش شرفهم؟ يعني مستغربين ليه؟ ما ده التطور الطبيعي، وده اللي انا قلته في كل فيديوهاتي. خلاص هما ده اللي هم عايزينه. ساعات كتير مش انا بس، في ناس كتير بتتكلم في السوشيال ميديا وبلاقيهم بيختفوا ويبطلوا يتكلموا مع انهم كانوا بيتكلموا بقالهم سنين. بحس ان هم ساعات بيفقدوا الامل، وانا الاحساس ده بيجيلي برضو. يا ترى الكلمه ليها اثر؟ الكلمه هتفرق؟ الناس هتستوعب؟ هتفهم الحقيقه؟ في حكايه انا كتبت البوست، انا مش كتبته طبعا، انا حطيته على السوشيال ميديا. بيقول لك جيفارا اللي بلغ عنه واحد من رعاة الاغنام،
فلما جم البوليس قبض على جيفارا، طبعا عارفين جيفارا كان اشتراكي وكان بيدافع عن الفقر وكان ضد الرأسمالية اللي بيحصل في العالم حاليا، الرأسمالية، وكان مؤمن الناس كلها المفروض يبقى عندها متساوية في الدخول وفي في الأكل وفي الشرب وفي التعليم، وإن يكون في عدالة. وطبعا ده فكره طبعا تماما ضد فكر الرأسمالية اللي بيحكم العالم حاليا للأسف. فاللي بلغ عنه عن المخبأ بتاعه واحد كان فقير بيرعى أغنام، فراح قال له انت يعني، فالبوليس بيقول له انت ليه بلغت عن جيفارا؟ يعني ده هو كان بيدافع عنكم. قال له حروبه ازعجت غنمي فبلغ عنه. هو شاف ان المشاكل الغنم بتاعه بقى يعني بقى منزعج، فده خلاه، يعني هو مش اخد مكافأة، يعني هو ده لقى اكل عيشه اللي هو شويه الغنم اللي بيرعاهم منزعجين، فراح بلغ عن جيفارا. في ايام الحمله الفرنسيه كان في برضو سائر من الثوار، يعني كان متكلم اسمه محمد كريم، وجي نابليون بونابرت عشان هو جاي طبعا من مجتمع نوعا ما يعني في ديمقراطيه شويه في فرنسا ساعتها وعندهم قوانين وكده، فكان خايف من رد فعل الشعب وقال له انا مش عايز اعدمك ويجي بعد كده يقولوا انا عدمت سائر ومفكر وكده، فانا هطلعك بكفاله 10,000 قطعه ذهب او 20,000 قطعه ذهب. فمحمد كريم ساعتها قال له انا ما فيش مشكله، انا ما عنديش مبلغ ده، بس انا عندي تجار، انا مدينهم، يعني هم انا ليهم عندي دين، انا ليا عندهم دين بحوالي اكتر من 100,000 قطعه ذهب، فانا هروح اسمح لي بس ان انا انزل حتى مع جنودك السوق والم ديني عشان ادفع، عشان خاطر اعيش، عشان تفك اسري وما تعدمش يعني. فنزلوه مع الجنود وكان مقيد في السوق وماشي والاغلال بتاعته والجنود ماشيين وراه، وراح للتجار، التجار ما رضوش يدوا له الدين. فلما سالوهم قال لهم عشان ده حروب واللي بيعملوا ده اثر على التجاره بتاعتنا. فكروني باصحاب المحلات بتاع وسط البلد ايام الثوره، لما كانوا متضايقين من الشعب، من الشباب الثوار وكده، ويقول لك ايه القرف ده، خربتوا البلد، احنا تجارتنا ومحلاتنا وقفت. فكروني بنفس المبدأ ده شويه. ف شيء غريب وشيء محزن حقيقي. كنت عايزه اتكلم في موضوع تاني، بس انا مش عايزه اطول على فيديوهاتي. هخلي الموضوع التاني ده اللي انا كنت ناوي اطرحه النهارده اطرحه في فيديو جديد جاي ان شاء الله، عشان ما اطولش مده الفيديو. بالنسبه للناس اللي في السجون، المعتقلين السياسيين، الشباب اللي زي الورد اللي ضحوا بحياتهم وعشان خاطر الشعب وعشان خاطر يوعوا الناس، في ناس منهم بتوصل لمرحله من اليأس جوه السجن لدرجه انهم بيحاولوا ينتحروا. ما حاولوش ينتحروا بره، وكانوا عندهم ثوره وكان عندهم امل وحماس، ولما اتسجنوا واعتقلوا وكلها تهم، يعني اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، اصل انت مش عارفه عملت ايه، كلها حاجات باينه قوي انها تلفيقات ومفيش احكام عادله ومفيش تحقيق ومفيش يعني 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 ابسط حقوقهم انهم يدافعوا عن نفسهم ويقولوا ايه العبث اللي بيحصل ده، مش قادرين يحصلوا عليه وبيتعاملوا وحش في السجون. مش هو ده اللي خلاهم ينتحروا. اللي خلاهم ينتحروا او يوصلوا للانتحار يعني ده رأيي الخذلان، ان هم حسوا الناس اللي حواليهم انهم بعد ما عملوا كل ده الناس بيخونوهم، هم بيقولوا انتوا كنتوا هتخربوا البلد. ف حسسوني بمقولة انا كنت حطاها برضو على الفيس عندي، بس انا مش حافظاها للاسف، هقراها لكم. تقريبا مش عايزة اخيرا. بيقول لك مقولة لمحمد رشيد رضا، بيقول لك السائر لأجل مجتمع جاهل كمان أشعل النار في جسده ليضيء الطريق لرجل أعمى. فأعتقد ده حال ناس، أعتقد ده حال الناس المسجونة في السجون واللي حاولت إن هي تنتحر لأن هي حست إن هم ولعوا في نفسهم عشان شوية عميان. وأتمنى إن الناس تفتح وما يبقاش كلهم عميان. أشوفكم الفيديو الجاي.